مع استمرار البرمي الجفاف بدأ يزيد أكتر وأكتر، والصحارى بقت تنتشر في أماكن كانت قبل كده مليانة غابات وحياة. التغيير ده ما كانش مجرد تعديل بسيط في الجو، لكنه كان بداية لعصر جديد هيفرض تحديات ضخمة على الحياة على الكوكب. الخلاصة إن الفترة البرمية كانت فترة اضطرابات مناخية وجيولوجية ضخمة، واحدة من أهم الظواهر اللي حصلت وقتها كانت التصحر وانتشار البيئات الجافة، ودي كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الأرض. مع تقلص الغابات المطيرة وتوسع الصحاري، الكائنات اضطرت تتكيف أو تختفي تماما. لكن هل كان الجفاف عالمي ومطلق زي ما بيتقال؟ أول حاجة خلينا نسأل إزاي حصل التصحر. مع اندماج بانجية، القارة العملاقة قللت المساحات الساحلية الرطبة ووسعت المناطق الداخلية الجافة، فحصلت اختلافات في توزيع الأمطار. الغلاف الجوي اتأثر بتغييرات تيارات الهواء والمحيطات، وده نتج عنه قلة الأمطار وزيادة الصحارى. وكمان درجات الحرارة ارتفعت لأن المناخ كان بيتجه لمعدلات أعلى، وده زود معدلات التبخر وجفاف التربة. طيب نسأل السؤال تاني، هل التصحر كان عالمي فعلا؟ الحقيقة لا. التغييرات المناخية كانت مختلفة من مكان للتاني، مش كل أجزاء العالم البرمي كانت صحراوية. في دراسات بتقول إن في مناطق زي سيبيريا وأجزاء من جنوب الكرة الأرضية احتفظت بمناخ معتدل نوعا ما، وفضلت فيها غابات لفترة طويلة. وده بيوضح إن التصحر ما كانش بنفس الحدة في كل مكان، وإنه في تنوع إقليمي كبير.